ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم من ايام العيد الجميلة عملنا النهاردة بقى طاجن لحمة مشوية بالخضار، حاجة كده تحفة. عملت كل تفاصيل الفيديو معاكم. بصوا الخضار جميل ازاي ومستوي وتحفة ومش مهري وزي ما وريتكم. بصوا حتى الطماطم اللي حطيناها في الفيديو سليمة ومشوية وجميلة، ولا اللحمة وجمالها بقى ان شاء الله. بصوا مشوية وتحفة وحلوة قوي ومستوية ودايبة. يلا تعالي معايا في الفيديو عشان تشوفي انا عملت ازاي، ومتنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. المقادير معايا هنا اللحمة بتاعتي لحمة ستيك. بصي عايزة اوريها لك القطعية بتاعتي. ومعايا هنا بطاطس انا عاملاها الحجم ده عشان تستحمل معايا الطاجن. ومعايا جزر، بصل جوليان، معايا شرايح طماطم، معلقه توم مفروم صغيره. التوابل بسيطه خالص، معايا توابل لحمه فلفل اسود وبابريكا وملح بس. وصلصه طماطم انا عاملاها في البيت عشان انا مش بحب الجاهزه اللي بره، فمسبكاها في البيت. وجبت البايركس بتاعي اللي هشتغل فيه. تقدري تحطي طاجن فخار بايركس براحتك، وادهنه كده معلقتين زيت زيتون. برضو تقدري تدهني زيت عادي سمنه زي ما يعجبك. انا استخدم في الوصفه بتاعتي النهارده زيت زيتون، واديله مسحه كده عشان ايه الوصفه بتاعتي ما تلزقش فيه. بعد ما دهنت البايركس بتاعي بزيت الزيتون، انزل كده بالبصل واحط عليه كده رشه الفلفل الابيض والتوابل والملح، يديله نكهه وطعم حلو قوي. وبعد ما حطيت البصل وتبلناه، هنحط البطاطس. تقدري تقطعيها التقطيعه اللي تعجبك، ممكن تعمليها اللي هي الدواير زي صينيه البطاطس، ممكن تعمليها اللي هي زي الودجز كده صوابع سميكه. اهم حاجه عشان تستحمل ايه اما نكمرها في الفرن. واحط الجزر. انا الجزر اللي عندي كان صغير فمش محتاج تقطيعات كتيره، يا دوب. بصي التقطيعه عامله ازاي، جميله جدا. وبعد ما خلاص عملت الطاجن بتاعي، هحط دلوقتي اللحمه الستيك بتاعتي جميله جدا، هي بتستوي على طول. طيب تقدري انتي تحطي بصل بس في الطاجن وما تحطيش جزر ولا بطاطس، براحتك. تقدري تحطي كوسة، بسلة. اعملي الطاجن بقى ايه زي ما يعجبك، شكلي الخضار وحطيه. انا مش متبله لا البطاطس ولا الجزر ولا حاجه خالص عشان لسه هنسقيها بصوص حلو قوي دلوقتي. نرص كل كميه اللحمه بتاعتنا، هنكمرها، هيبقى طاجن جميل جدا وتغيير. حط كمان شريحه هنا. بس انا خلصت كل الكميه بتاعتي. بعد ما حطينا كميه اللحمه بتاعتنا، حط شرايح الطماطم. عايزه تحطيها فوق الخضار براحتك، ما بين اللحمه كده برضو براحتك زي ما يعجبك. ممكن تحطيها هنا كده برضو تحت اللحمه، تدي شكل حلو قوي وطعم كمان جميل. وخلي الطماطم هنا بقى عشان ايه هي بتبقى خفيفه جدا وحلوه وما بتاخدش سوا كتير. بصي منظر الطبقات بقى، الطاجن ده بيبقى طبقات وحلوه قوي زي ما قلت لك. تقدري تعمليه في طاجن فخار براحتك.
والعمل الصوص بقى معايا هنا الميه، كوبايه ميه، احط ايه معلقه توم مفروم، واحط التوابل. واختياري بقى، ممكن تحطي معلقه دبس رمان كده او تلغيها براحتك لو ما بتحبهاش او مش متوفره عندك، ومعلقه زيت زيتون. كترين في الدهون ولا في زيت الزيتون. وبعد ما حطينا معلقه الزيت زيتون، وزي ما قلت لك ما تكتريش، هي حاجه بسيطه، انزل كده بالصلصه بتاعتي، واقلب كده. ونبتدي دلوقتي بسم الله نسقي الطاجن الجميل اللي احنا عملناه بالصوص بالراحه كده، ونلف كده على كل الطاجن. ونحط باقي الصوص الجميل بتاعنا كده، عشان الخضار ني وكل حاجه نيه، عشان هنكمره وهيبقى جميل. ومعايا الفويل بتاعي، وهنغطيه دلوقتي عشان نكمره وندخله الفرن، بيبقى جميل جدا. وما تخافيش الفويل مش لازق على الاكل. هدخله الفرن واوريهولكم. والفرن بتاعي الحراره بتاعتي سخنه، كنت مشغلاه وانا بشتغل في الطاجن. هدخل الطاجن الجميل بتاعي دلوقتي، ولما يستوي هوريهولك. خلاص خرج الطاجن الجميل بتاعي من الفرن. هنشيل الفويل من عليه كده، انا سبته يستريح شويه يهدى كده من السخونيه. شايفه الجمال؟ حلوه قوي. عايزه اوريكي بقى، بصي الطماطم زي ما هي ما اتهرتش ولا حاجه، والبطاطس برضو، والجزر. عايزه اوريكم بقى جمال الخضار. شايفين استوى وجميل قوي وتحفه. عايزه اوريكم اللحمه كمان، ما شاء الله استوت وحلوه قوي. طاجن بقى لحمه مشويه تحفه مع الخضار. شايفه الجمال؟ مفيش احلى من كده. يلا جربي بقى وقولي لي ايه رايك.